ما تستغربوش، ما تستعجبوش. الإنسان اللي يفضل على وتيرة واحدة ده يبقى غلطان. لازم يكون عندك نوع من التنوع، خصوصا لما يكون التنوع دوت انت حابه وحابب انك انت تتعامل معاه وشايف نفسك فيه. مش بس كده، وحابب انك انت تمارسه وعمرك ما نسيته يوم من الايام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في قناتي قناة أبو شين. طبعا أنا قلت لكم ما تستغربوش وما تستعجبوش على الحاجة اللي أنا بعملها ديت. الحاجة اللي أنا بعملها ديت من سنة 79 وهي معايا، من سنة 79 وأنا بدرسها، من سنة 79 من أيام الأبيض وأسود وأنا بمارس الشيء دوت. ابتعدت عنده فترة كبيرة جدا بس ما نسيتهوش، حبيت ارجع له تاني ورجعت له. العزيمة والقوة بتقوي الإنسان، بتخليه يستمر، بتخليه دايما ينظر إلى الأمام، بتخليه دايما عنده الحافز القوي إنه هو يستمر في الحياة. مش شرط السن، مش لازم تكون صغير، مش لازم تكون متوسط العمر، مش لازم تكون كبير، المهم إنك أنت حابب الحاجة ديت. وانا عشان حابب الحاجة ديت حبيت اقول لكم على مشروعي الجديد اللي بمارسه بجانب هواياتي، وهو مشروع الريزن. طبعا عالم الريزن عالم جميل جدا، لو حبيت انك انت تدخل جواه هتحس بحاجة تانية خالص. شوف لما انت تكون قاعد وبتحب انك انت تمارس هوايتك، وهوايتك دي انت بتحبها وتعاملت معاها وهي اتعاملت معاك ودخلتوا جوه بعض، تحس انك انت تطلع حاجة جميلة. خصوصا انك انت لما تتعامل مع الالوان، الحس الفني بتاعك واللون بيخليك انك انت تتحرك من جواك، بيخليك انك انت تعمل حاجة انت راسمها في خيالك بس عايز تطلعها، فبتطلعها في القالب دوت. بدايتي مع الريزن انا بدأتها بحاجات صغيرة، فعلا صغيرة بس كبيرة في معناها، كبيرة في تكوين ألوانها، كبيرة في تكوينها ذات نفسها. إزاي تقدر تمزج ده مع دوت بتطلع لك شكل جميل، رغم إن في صعوبة جدا. صعوبة الانتظار الريزن عقبال ما يجف صعبة جدا جدا جدا، مقلقة، لكن في الآخر مثمرة. بتحب إنك أنت تشوفها لما تطلع قطعة زي الصغيرة زي الحرف اللي أنا ماسكه دوت، اطلعه من القالب وبشوف شكله الاقيه كده بيلمع بيبرق، بيديني حيوية اكتر، بيديني حافز ان انا استمر في الحاجة دي. مش بس في الحروف، لا، في حاجات كتيرة هنعملها وهنشوفها مع بعض واحنا بنصبها واحنا بنطلعها من القالب واحنا بنخلط المواد بتاعت الريزن مع بعضيها عشان يدينا المنتج الجميل دوت. عايز اقول لكم الريزن بجانب النقد هيبقى حاجة جميلة جدا، هيخليك انك انت تتكلم باسلوب راقي، هيخليك انك انت تتكلم عن حاجة انت عايز توصلها صح للمتابع بتاعك. عشان كده بتمنى المتابعين الكويسين المحترمين اللي موجودين في قناتي ان هم ما يسيبنيش، ان هم يكونوا واقفين معايا في ظهري، حتى لو المحتوى بتاعي اتغير او ابتعدت عنه فترة ورجعت له تاني، او اتكلمت في الوقت المناسب وكلام مناسب للشخصية اللي انا بنقدها بدون تجريح، بدون اذية نفس، بدون تنمر، بدون تعصب لحساب شخص على حساب شخص تاني، بدون الفاظ سيئة، بدون تلوث سمعي، مع مزج الالوان ومزج عالم الريزن بعضهم ببعض، اكيد هنطلع منتج حلو، منتج جميل. لما تشوفه انت لازم تكون فرحان. عشان كده بقول لكم ما تسيبونيش، خلوكم معايا في ظهري، خليكم دايما مع الحاجة الحلوة، خليكم دايما مع قناعتك الشخصية بالشخصية اللي انت بتتابعها، مش بالمحتوى بتاعه، بالشخصية اللي انت بتتابعها. اذا كنت حابب الشخصية دي خليك مستمر معاها، اذا كنت عندك استعداد انك انت تزود من نفسك في اسلوبك ورقيك في تعاملك مع الناس خليك معاها، لان انا
مش متعود ان انا الفظ لفظ سيء او لفظ جارح يجرح شخصية تانية، حتى لو بنتقدها باسلوب راقي يتناسب مع العمل بتاعي. فمش معقولة ان انا بتعامل مع الوان وبتعامل مع آلة او خامة بتطلع مجسم جميل انت محتاجه وانا محتاجه وكل الناس محتاجاه، ان انا اطلع لفظ سيء يجرح شخصية او يحرق شخصية ايا كانت الشخصية دي، سواء كنت حاببها او كارهها او ما عنديش الرغبة ان انا اسمع عنها حاجة، فلابد احترام الرأي والرأي الاخر. عشان كده انا شفت في الفترة الاخيرة حاجات كتيرة جدا بصراحة لا تليق بمستوى اي شعب من الشعوب سواء كان عربي او اجنبي. سمعت الفاظ كتيرة سيئة في عالم اليوتيوب، عشان كده اتجهت الى عالم تاني، عالم الفن، عالم الجمال، عالم الاحساس بالاخر، وهو عالم الريزي. يا ريت تخليكم زي ما انتم، تأكدوا 100% لما اشوف حاجة مش مظبوطة هطلع اركضها، ولكن باحترام زي ما تعودتوا مني وزي ما عودتكم دايما ان انا ما الفظ لفظ يسيء لي اولا ثم يسيء للاخرين ثانيا، لان اللفظ السيء اللي انت بتخرجه بلسانك انت اللي هتتحاسب عليه يوم القيامة ان شاء الله. وطبعا مش هتلاقي حد جنبك، لا هتلاقي زيد ولا عبيد ولا نطاط الحيط واقف جنبك يتحاسب معاك عشان في يوم قلت كلمة سيئة في حقه، او مش هتلاقي حتى اللي انت بتدافع عنه واللي انت بتستميت من اجله ان هو هيكون واقف معاه، هتلاقيه بعيد عنك خالص. مش هتلاقي غير نفسك وبس، وعملك كمان اللي انت مارسته في حياتك واللي اذيت الناس بيه هتتحاسب عليه، واللي احسنت للناس اليه برضه هتتحاسب عليه. بس الاتنين مش هيبقوا حساب واحد، كل واحد منهم حساب مختلف خالص. يعني اللي اذى الناس هيتحاسب على اذية الناس ليه، واللي احسن للناس هيتحاسب على قدر احسان الناس، على قدر احسانه للناس واحسان الناس ليه. فاعمل يا ابن ادم ما شئت كما تدين تدان. عالم الريزن عالم جميل جدا، بيفتح الافق عندك، دي حاجه بيخليك انك انت تتعامل برقي مع الخامه اللي انت بتستخدمها لانها خامه حساسه، فعشان كده بتكون هادي الطباع، المزاج بتاعك بيكون عالي، وبتخرج الطاقة السلبية اللي جواك وبتتعامل مع الطاقة إيجابية جدا، جميلة وحلوة. وكل قالب بيعبر عن حاجة انت حابب انك انت تمارسها، حابب انك انت تكون موجودة قدامك، حابب انك انت تقتنيها. زي الميدالية اللي بعرضها لكم دلوقتي دي حاجة جميلة. أول حرف من اسمك، إيه المشكلة لما تمسكه في ميدالية مفاتيح وتعلق فيه المفتاح بتاعك أو تعلق فيه حاجة أنت حابب إنك أنت تقتنيها؟ العملية مش عملية إنك أنت ماسك قطعة فنية وبس، عملية إنك أنت بتعبر بالقطعة الفنية ديت عن كيانك، متعوب فيها القطعة الفنية. عشان تخرج الميدالية ديت بتاخد وقت جامد، بتاخد نسب مظبوطة 100%، لا جرام قل ولا جرام زايد، لأن الجرام في المادة بيختلف في التكوين بتاع الشكل اللي انت بتخرجه من القالب كل وجزئي. يعني في لحظة انك انت ممكن تبوظ العمل دوت كله من خلال فقدانك التركيز أثناء صب الحرف اللي انت ممكن تستهون بيه دوت. محتاج تركيز جامد جدا جدا، ومحتاج ذهن ان هو يكون عالي التفكير، وفي نفس الوقت
مفيش حاجة شغلاك من العالم الخارجي. شفتوا حرف الاتش دوت حاجة جميلة جدا جدا، وكل الحروف شكلها جميل، وحقك انك انت لما تمسك حاجة تكون فيها لمسة فنية بأنامل ذهبية. والصناعات اليدوية مفروض ان احنا نشجعها، زي حرف الاي دوت حرف روعة الروعة، الوانه جذاب. انت ممكن تختار اللون اللي انت عايزه، ممكن تختار اللون اللي انت عايزه، ممكن تحط في الحرف اكتر من لون. انا عملت اكتر من نموذج واكتر من شكل على اساس انك انت يبقى عندك حرية الاختيار في الشيء اللي انت هتشتريه، الشيء اللي انت عايزه يكون معاك. عفوا. بالنسبة للأسعار مش ما تتخضش جامد. أي نعم مادة الريزن لو حبيت تسأل عليها هتسأل عليها وهتحس فعلا إنها غالية، لكن أسعارنا هتكون في متناول الجميع، لأن أنا عايز متوسط الحال يمسك المنتج بتاعي، والريتش مان أو ريتش وومن برضو تمسك المنتج بتاعي، والراجل اللي معدوم خالص برضه يمسك المنتج بتاعي. عشان كده المنتج بتاعي لازم يكون في ايد كل شخصية. انا ما ببصش للمكسب العام، انا ببص ازاي اكبر بخاطر اي انسان ممكن يكون عنده النية ان هو يقتني الشيء دوت، لكن قلة الفلوس تمنعه.